عمرك اتكلمت مع نفسك قبل كده وانت مش واخد بالك؟ زي لما تصحى الصبح كده تبص في الساعة وتقول انا ايه اللي مصحيني بدري كده؟ او تقف تبص في المراية وتقول احلق داني ولا استنى يوم كمان؟ او تكون متأخر على ميعادك وعمال تزعق وتقول هو الموبايل فين؟ بغض النظر انه هيكون في جيبك في الاخر، لكن كلنا حصل معانا كده. والسؤال، هل ده طبيعي؟ العلم بيقول طبيعي جدا، وكمان سلوك صحي. علم النفس شايف ان كلامك مع نفسك او ما يسمى بالسيلف توك ده واحد من الأدوات اللي دماغك بتستخدمها عشان تنظم التفكير والمشاعر والسلوك. يعني لما تقول لنفسك كده بدي حيلك انت قدها، أو تقف تفكر مع نفسك كده وتقول كان مفروض تفكر قبل ما ترد، انت مش مجنون. دي طريقة بتحاول دماغك بيها ترتب أفكارها وتساعدك تتصرف أحسن. فطول إن مفيش حد بيرد عليك ما تقلقش. الموضوع ده بدأ من زمان، من الطفولة. في عالم روسي اسمه ليف سيكوتسكي كان عايش في الثلاثينات. لاحظ إن الأطفال لما بيلعبوا بيتكلموا مع نفسهم بصوت عالي. كان شايف إن ده مش كلام عشوائي، ولكنه جزء من تطور تفكير الطفل. الطفل بياخد الجمل اللي بيسمعها من الكبار ويستخدمها عشان يتحكم في تصرفاته ومشاعره بنفسه. مع الوقت صوت العالي ده بيهدى ويتحول لصوت داخلي بتتكلم بيه مع نفسك. الصوت ده مهم جدا وبيأثر على كل حاجة، على قراراتك، على تركيزك، وحتى على ثقتك بنفسك. العلماء اكتشفوا إن الناس اللي بيكلموا نفسهم بشكل إيجابي بيكون تركيزهم أكبر، وبيكونوا أكثر قدرة على مواجهة التوتر والضغط العصبي. تخيل كده لاعب كرة قدم داخل يشوط ضربة جزاء، وصوته الداخلي بيقول له اهدى وركز انت قدها. الأبحاث بتقول فعلا إن الكلام التحفيزي أو الإرشادي مع النفس بيرفع الدقة والتركيز عند الرياضيين. يعني الكلمة الصغيرة اللي أنت بتقولها لنفسك قادرة فعلا على تغيير أدائك. جرب كده لو أنت متوتر، عندك امتحان، عندك انترفيو مهم، قول لنفسك ده طبيعي، أنا مستعد ومحضر كويس. مش كده وبس، في نوع تاني اسمه Distanced Self-Talk. يعني تكلم نفسك وكأنك بتكلم حد تاني. بدل ما تقول لنفسك أنا قادر أعمل كده، تبص في المراية وتقول أنت قادر تعمل كده. العلماء بتقول إن النوع ده تحديدا من السيلف توك بيقلل التوتر ويساعدك تشوف الموقف بموضوعية أكتر. بيخليك تنظم معلومات بشكل أسرع، ويخليك تلاقي حلول أسرع. بس طبعا كل حاجة ليها وجهين. زي ما الكلام الإيجابي بيساعدك، الكلام السلبي ممكن يهدمك. يعني لو أنت دايما بتلوم نفسك أو تقلل منها وشايف نفسك فاشل وإن عمرك ما هتعرف تعمل ده، اللي بيحصل إن دماغك بتصدق اللي بتسمعه منك حتى لو غلط. وكل مرة بتكرر فيها الكلام ده بترسخ الشعور ده جواك أكتر. عشان كده علماء النفس في العلاج السلوكي المعرفي بيعلموك ازاي تمسك الحوار الداخلي ده وتبدل نغمة صوتك الداخلي قبل ما تحاول تغير الواقع. مش مطلوب منك انك تبقى ايجابي طول الوقت، ولكن انك تبقى رحيم مع نفسك. في النهاية كلامك مع نفسك مش جنون ولا دليل ضعف، ولكن انك بتفكر وتراجع نفسك وتحاول تكون افضل. الموضوع مش انك بتتكلم مع نفسك، ولكن انت ازاي بتكلم نفسك. لو صوت اللي جواك ناقد خليه بناء، ولو قاسي عليك خليه سابق بس ألطف معاك. وده لأنك هتعيش مع الصوت ده طول حياتك، فياريت يكون في صفك مش ضدك. خليه دايما الصوت اللي بيطمن ويدعم. وبس كده، ونتقابل قريب إن شاء الله.